ولا تدور ولا تحتار، زوكا أحسن اختيار. اضرب جامد. لا تنسوا الاشتراك في قناة مكتشف الجديد، كل ما هو جديد مع مصطفى بغدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ النهارده جايب لكم اكتشاف جديد واختراع جديد انا جربته. دلوقتي انتوا شفتوا الموضة الجديدة، كله بيقول لك اللحم المدخن البريسكت، بس انا جايب لكم مكان مطعم محدش بيعمل بريسكت زيه في مصر. زوكا رقم واحد في اللحم المدخن في مصر. طبعا زي ما انتم عارفين انا ما بروحش مطعم الا لما اجربه الاول، بعد كده اعمل لكم عنه ريفيو. انا جربت زوكا والنهارده هنقل لكم التجربه. هم مش بيبيعوا لحم مدخن بس، بيبيعوا حاجات تانية متنوعه، هوريها لكم برده جوه. احب اقول لكم بس هو في شارع 9 في المقطم. انسوا بقى الكباب واللحمه المشويه والكلام ده، غيروا نوعوا جددوا اكلكم. حاولوا تشوفوا الحاجه الجديده وجربوها. اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، اعملوا لي لايك، ويلا بينا نبتدي الحلقه. ليتس جو. ورجعنا لكم تاني. دلوقتي معانا مستر وسام الاونر بتاع زوكا، مطعم زوكا. هيعرفنا بنفسه ويقول لنا ايه زوكا وايه اللحم البريسكت، هيعرفنا كل حاجه. اوكي، ازيك يا مستر وسام؟ ازيك يا مستر مصطفى؟ عامل ايه؟ تمام. ايه الاخبار؟ تمام، انت كويس؟ كله تمام. حبيبنا ربنا يكرمك. منور. الله يعزك، ربنا يخليك. عرفنا بنفسك ويقول لنا مطعم زوكا. طيب، مطعم زوكا احنا اسسناه سنه 2019 وخدنا مراحل كتير جدا. طبعا ده بعد ما درست وخدت الدبلومه في تدخين اللحوم من امريكا. تمام. وده ساعدنا جامد جدا ان احنا نطور المنتجات الكلاسيكيه، زي ان احنا عندنا مثلا الشورت ريبس والبريسكت اللي هم العادي الكلاسيك بتاع اللحوم المدخنه. لكن احنا بقى عملنا سجق زوكا المخصوص بتاعنا، دخلنا البط، الفراخ، السمان، دبابيس الديك الرومي، واخر حاجه اختراع من اختراعاتنا كان اللحوم الحواوشي المدخن. حاجه بيدخل 10 عنده. تمام. بس واحنا الحمد لله شغالين، وكل يوم عندنا تطوير وعندنا منتجات جديده بننزلها، وعندنا حاجات بنضيف البصمه بتاعه زوكا على تدخين اللحوم، وبنعمل حاجه جديده عشان خاطر نبقى احنا على الاقل حتى لو خدنا طريقه تسويه من بره فاحنا دايما بنحط بصمتنا. تمام. طيب معلش، ممكن تقول لنا، في ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه اصلا كلمه بريسكت؟ ايه هو البريسكت ده؟ البريسكت ده قطعيه في اللحوم. تمام. ماشي. في مصر هنا عند الجزارين بنقول عليها هي منطقه الدوش اللي هي بتبقى تحت الرقبه. تمام. ودي قطعيه صعبه شويه لو احنا حاولنا نطبخها، ولكن هي طبعا لما بتقعد 12 ل 20 ساعه مرحله تدخين على حسب وزنها، وبعد ما تتبل وبتاخد تتبيله حلوه جدا. ماشي. بتتبل ملح وفلفل كده ولا في حاجه ثانيه؟ في طريقه بتتبلها ملح وفلفل، لكن احنا عندنا التتبيله الخاصه بتاعتنا. تمام. ما بتبقاش ملح وفلفل بس. سر زوكا ده بقى مش ده هينفع طبعا نقوله التتبيله لحد. بتاعت زوكا فعلا. وبتقعد من 12 ل 20 ساعه على حسب وزن القطعه، بتخرج بعد كده دايبه خالص، تقطع شرايح، بتبقى زي ما انت النهارده هتدوقها وتشوف. زوكا هو هنا الفرع الوحيد ليه ولا ليكوا فروع تانية مثلا؟ احنا طبعا حاليا احنا ما لناش غير الفرع المقطم في شارع 9، ولكن ان شاء الله الفتره الجايه هنعمل ريلوكيشن من هنا لمنطقه تانية. تابعونا على الصفحه بتاعتنا عشان تعرفوا اللوكيشن الجديد بتاعنا، وهيبقى حلو جدا ان شاء الله. تمام. طيب ليكوا صفحه على الفيسبوك؟ ليكوا حاجه تانية على اي سوشيال ميديا؟ طبعا عندنا صفحه بتاعتنا على الفيسبوك، وعندنا صفحه بتاعتنا على الانستجرام. تمام. عندكم دليفري؟ عندنا دليفري لمناطق كتير جدا، يعني احنا عندنا دليفري للمقطم، عندنا دليفري لمدينه نصر ومصر الجديده والتجمع والرحاب وزهراء المعادي والمعادي، كل ده احنا بنغطيه. اوكي، شكرا ليك يا مستر وسام، وربنا يكرمكم ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ميرسي يا مستر مصطفى، وشرفتونا، وان شاء الله اكلنا يعجبكم. شكرا ليك. ممكن بقى تتفضل معانا نشوف جزء من عمليه التدخين للحوم. اتفضل. طبعا ده الفاير بوكس، وده انواع الحطب
المخصوصه اللي احنا بنستخدمها، انواع واشكال مختلفه. وهنفتح هنا اهو، عندنا اهو دي فراخ، تمام وده شورت ريبس، تمام. ده سمان اهو، اوكي. وادي دبابيس رومي، ودي بقيه الحاجات اللي بتاخد السكند راوند بعد ما اتعمل لها رابنج جوه السموكر. طبعا الشيف اشرف هو اللي بيعمل لنا كل الشغل ده، تسلم ايديه. ازيك يا باشا؟ اهلا وسهلا. عامل ايه الاخبار؟ كله تمام. تمام. ده دبوس الرومي، ودي نص البطة، وده السمان، كله مدخن طبعا. شايفين السمان، نص البطة، الدبوس الرومي. اوعى بقى على الجمدان، الفخدة، الضاني. واو، الله اكبر، شايف الدخان؟ الله اكبر بجد. دي الايه؟ دي الموزه، بس عشان خاطر هي سخنه مش هقدر امسكها بايدي. هي مفيش خالص، بص. دي منهية. سخنة نار. حلوة أوي أوي أوي. هات يا مستر وسام، ولا أكل هاني أنت بق أنت. عشان سخنه، مش عايزك تتلسع، سخنه قوي. بجد؟ اه. مش عارف أعمل إيه، أنا خايف. لا ما تخافش يا عم، في ايه؟ يلا يلا توكل. يبقى خطيرة. ما تاكلش ده. انا ما باكلش ضاني، ولا بحب طعمه ولا ريحته، بس فعلا مفيش ريحه ضاني فيها، طعمها مفيش ضاني. طعم اللحمه اول مره تخش في بقي كده، يعني الضاني احنا عارفينه وانا ما بحبوش، بس كده انا حبيته. اللي ما بيحبوش الضاني هتحبوه. يا مزاجك العالي يا زوكا يا مدلعنا، اديله. ده بقى الاكل اللي نزل لي، الماش بوتيتو عليها البريسكت والنص فرخه وحواوشي زوكا، والباقي جاي في السكه. اديله جامد. الله عليك يا زوكا يا مدلعني. هو ده الكلام. خش جامد يابا. ايوه بقى، ادي. ودلوقتي بقى هنبتدي معاكم. دي الصوصات زي ما احنا شايفين، ده صوص طماطم، ده صوص سويت تشيلي، ده صوص باربيكيو، ده عسل طبعا عشان هندوق بقى البريسكت بالعسل والكلام ده، وده صوص توميه، وده صوص زوكا السري، هندوقه ونشوفه ريحته حلوه جدا، وده الهاني ماسترد. اوك، يلا بقى بينا نخش على الجريمه الكامله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده يا جدعان؟ ما هذا؟ انني اعجز عن الكلام. ده الرز، ده الماش بوتيتو ومعاها بريسكت، دي النص فرخه، حواوشي زوكا. عايز اقول لكم بس ان الريحه جامده جدا. هات 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 هنا، هات هنا، هات هنا، هات هنا، هات هنا، حط هنا كده كده اهو. ايوه، اديني اديني وانا اضيع بجد. الله وادي أكبر. الشورت ريبس. بص بقى الجمال. ايه ده؟
انه حقا هائل. اعزائي المشاهدين، شايفين باين العظم؟ عندك؟ اكيد باين عندي انا. ما جرب كده، جرب كده، نسحب واحده. اسحب يمكن ما تطلعش. يا سلام، الله اكبر، طلعت كلها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. ايه يا اولاد ده؟ ايه يا اولاد ده؟ انه لهائل. يبقى كده. بسم الله. يا لهوي، والله يا لهوي بجد. دي دايبه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. تسلم ايديك وعينيك، ربنا يكرمكم. ده السجق، ده البريسكت، دي الضلوع، ده الحواوشي، ده النص فرخه، ده الماش بوتيتو. نبتدي ونقول بسم الله. يلا بينا. هندوق اول حاجه الايه؟ السجق، عشان انا جاي برضو عايز ادوق السجق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اصلا بصوا، ده من غير، بصوا يا جماعه، عايزين نقول ايه؟ السجق من غير هانك، يعني اللي هو اللي بيبقى عليه ده، اللي زي البومبار ده وكده. لا، ريحته دخنه دخنه، مش عارف اقول ايه والله. بصوا اصلا عامل ازاي. يا ولاد ده، ايه ده؟ ريحته حلوه جدا. هندوق بقى بسم الله. اول مره يخش ببقي طعم حلو كده بجد. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يكرمكم بجد. انسوا قلنا الكباب وننسى الحاجات دي المشويه. احنا داخلين في حرب عالميه. زوكا عامل حرب. دقنا السجق، طعمه تحفه روعه. ندوق الايه؟ بريسكت. بريسكت ما اعرفش بقى احنا ناكل بالشوكه وسكينه ولا ناكل بايدينا، مش عارفين. بصوا اصلا عامل ازاي، حته عامله ازاي، شايفين؟ ايه ده؟ ايه يا ولاد ده؟ دي منهيه. لا ده لازم كده. بصوا، حاجه فوق الوصف. بصوا اللون بتاعها، مفيش ريحه زفاره على فكره. حاجه طعمها يعني السجق كان طعمه متبل جدا، حلو جدا. ندوق بقى بالايه؟ بالعسل زي ما بيقولوا. بسم الله. لما اعمل كده اعرف ان طعم الحاجه فعلا تحفه. طعم متملح حلو. انا حاسس ان انا يعني مش ما في ناس بتقول لك احط ملح، لا هو مش محتاج حاجه. الاكل بيتكلم عن نفسه اصلا. بصوا، بصوا الجمال. ترى ولا الهوى. منهيه يا جماعه، منهيه. ندوق لكم في صوص ايه طيب؟ مش عارف. صوص زوكا. لا ده عايز له، عايز حته كده بصوص زوكا المميز. الصوص ده اختراع حلو قوي. زي ما قلنا، لا تلف ولا تحتار، زوكا احسن اختيار بجد. خش على ايه تاني يا اولاد؟ خش على ايه تاني؟ احنا دقنا البريسكت، دقنا السجق، هندوق لكم الضلوع. احنا دقناها برضو، بس ندوقها لكم برضو. بصوا عامله ازاي اصلا. يا لهوي يا لهوي. انا بحب الحتت اللي كده. خدها بالايه؟ بالعسل برضو. مش عارف اقول ايه، حاجه تحفه. دوق الرز. رزهم حلو قوي، بالبهر. نحط عليه بقى الصوص الجميل.
اللي هو صوص الطماطم، معمول برضو بخلطه كده الصوص. مهم. مهم. شبيه برضو من الصوص اللي اسمه الدوجوس، اللي هو بتاع الكوايتا. طعمه حلو جدا على فكره قوي. تحفه تحفه تحفه، اختراع بمعنى الكلمه. خش بقى على ايه؟ حاجه تانية. احنا دقنا لكم ده ودقنا ده ودقنا ده. خش بقى على الايه؟ الحاجه الجديده بقى، حواوشي زوكا. بصوا اصلا التحميصه عامله ازاي، شايفين؟ ايه ده؟ ريحته تحفه، ريحته متدخنه. شايفين ازاي؟ ايه الجمال ده؟ ريحته حلوه. مندوق بسم الله برضو. ايه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ دوب التوميه. فعلا مش زي الحواوشي اللي احنا بناكله، حاجه مختلفه، حاجه معموله بقى بالتدخين بقى. ايه يا جماعه ده؟ تعالوا زوكا، ما بهزرش. البس وينجز ويلا تعالى، انا مستنيك في زوكا. هايل. خش بقى معاكم على موسوعه جينيس، ماش بوتيتو بالبريسكت. دول اول حاجه. اهم حاجه ان مفيش ريحه حاجه تجزعك كده تقول لا ريحه مفيش حاجه ريحتها تحفه. ماش بوتيتو، يلا بينا. ايه ده؟ انا ما بحبش الماش بوتيتو على فكره. تحفه يا جماعه، بالزبده والجبنه. والله ما بحبها بس انا حبيتها. ندوقها بقى بالبريسكت. يلا بينا. طعم حكايه والله. انا بحلف لكم ليه؟ تعالوا دوقوا وجربوا. جربوا يا جماعه هتندموا. طعمها حلو قوي كده، التيست بتاعها حلو قوي. ندوق لكم النص فرخه ده، الصدر اهو. ما اعرفش انا اعرف اقطعه الله اكبر بجد. لا استنوا لازم نوريها لكم. بصوا البياض، بصوا الجمال. مفيش ريحه زفاره الفراخ على فكره، احب اقول لكم. بس لا انتوا بصوا، انتوا شايفين البياض الفراخ عامل ازاي، وريحه التتبيله بتاعتها تحفه. لا يعني مش عارف اقول ايه. يلا بينا ندوق. انها اختراع. التدخين مع الفراخ، ايه يا ولاد ده؟ طب ازاي؟ طب قلنا لحمه وماشي، كمان فراخ؟ لا وفي سمان وفي بط. لا 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 ما اقدرش، لا استطيع. تتبيلتهم حلوه، مش اي حد يعمل بقى بريسكت وتعالى وجرب واعمل، لا. انا دقت في مطاعم كتيره بريسكت بصراحه ما عجبنيش الا ده. انا دقت قبل كده وجيت قلت برضو ايه ادوقك، بس انا دقت حاجات معينه من عندهم، بس في حاجات انا اول مره ادوقها. يعني الضلوع دي اول مره ادوقها. انا دقت البريسكت بس، ما كنتش دقت السجق قبل كده ولا الحواوشي ولا الفراخ ولا الماش بوتيتو. بس بصراحه كل حاجه بتتكلم عن نفسها، حاجه تحفه فوق الفظيع. تعالوا جربوه في المقطم شارع 9. حاجه مختلفه تماما، طعم حكايه. عندهم منيو متنوع، في وجبات، في سندوتشات، في حاجات كتيره جدا. وهحط لكم كل حاجه برضو على الديسكريبشن، تبقوا شوفوه في الفيديو. بسم الله ما شاء الله، ربنا يكرمهم من نجاح لنجاح. والاسعار حلوه جدا، اسعار يعني في الحنين، مش زي ناس تانية بالالافات ما اعرفش ازاي اصلا. لا، عايز تاكل اكله حلوه، حاجه جديده، اسعار حلوه، طعم حلو، تعالى زوكا. خلص الكلام. اوكا، باي باي.
وبكده تبقى خلصت حلقتنا النهارده. كنا في زوكا المقطم زي ما شفتوني كده، جربت الحاجه تحفه، مش عارف اوصف لكم من جمالها. حاجه اول مره تخش في بقكم كده. جددوا بقى ثقافه بتاعتكم بقى، بتاعت الكباب والمشوي والكلام الاقرع ده. معلش انا اقرع برضو، ماشي. غيروا، جددوا عشان نفسكم. ولو عجبتكم الحلقه اوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب، شير، كومنت ولايك. وانتظروني في حلقات جديده مع مكتشف الجديد مصطفى بغدادي. كل ما هو جديد، ومع السلامه.